نفسهم يجيبوا أكل من برّه، أنا أسكت؟ لأ طبعًا، قُلت لهم ادّوني بقى الفلوس دي وهاعمل لكم حاجة بربع الفلوس دي، وكمان هتحلفوا بيها وتطلبوها مني كذا مرّة. النهارده بقى يا جماعة هنعمل ساندوتشات السوري اللي بتتباع في المحلات وبقت بأسعار خزعبلية بطريقة سهلة جدًا وبسيطة ومش هتكلفنا كتير. ننزل كده يا جماعة بالشاورما المصري الأصيلة في صوص كده الرانش خطيرة يا جماعة. عايزة أقول لكم الشاورما كانت خطيرة، كمان دي بقى كفتة فراخ أنا اللي باعملها واستنوا مني الطريقة قريب جدًا عشان باعملها حكاية. ننزل بيها بقى في صوص التيستي أو التكساس خطيرة يا جماعة، مع شوية بطاطس كده محمرة وشوية خيار مخلل أكاد من فرط الجمال أذوبوا والله أذوبوا. تعالوا بقى نشوف هنعملهم إزاي بطريقة سهلة جدًا وجميلة، وكمان يا جماعة ما كلفتنيش الأكلة دي كلها أكتر من 200 جنيه وأنا عاملة فوق ال15 ساندوتش. حاجة كده يا جماعة خطيرة، والمكونات اللي جبتها أنا بس جبت صوص رانش من تحت وكمان صوص تكساس يا جماعة، وجبت بس كيس بطاطس مجمد وما كلفونيش كتير خالص، والبانيه طبعا نص كيلو بانيه. الأول كده الشاورما البصل حطيته مش عايزاه يستوي قوي البصل، بعدها بدقيقتين كده نزلت بالفراخ بتاعتي، بعد كده بقى بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وبهارات شاورما كمان شوية ملح بكمون وشوية فلفل أسود، وبس كده هي دي البهارات بتاعتي يا جماعة. بهارات الشاورما في الشاورما بتديها طعم تاني خالص. نزلت بالطماطم زي ما انتم شايفين، نزلت بقى الفراخ الميه بتاعتها عملت صوص خطير. نزلت بقى بالفلافل بتاعتي، جبت فلفل الوان اصفر وفلفل الوان احمر زي ما انتم شايفين كده، قلبتها ما قعدتش على النار تلت ساعه استوت. وبدات بقى يا جماعه ان انا طبعا اسخن الكفته بتاعتي زي ما بقول لكم، انا كنت عاملاها بس كنت عاملاها الصبح وانا عملت بالليل. بصوا يا جماعه هي مش متحروقه، هي لونها كده بس هي خطيره. جبت العيش الشامي بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، ونبدا بقى نعمل كده مع بعضينا. ودي يا جماعه صوص التكساس وصوص الرانش، وكمان جبت خيار مخلل زي ما انتم شايفين، وكنت محمره كمان بطاطس. بدأت إن أنا بقى كده يا جماعة أقوم تانية كده أول حتة من العيش السوري. طبعًا يا جماعة الفراخ معروف إن إحنا هنعملها مع رانش، حطيت كده الأول صوص رانش غرقتها كده صوص. بعد كده بقى يا جماعة حطيت الشاورما بتاعتي، الشاورما بتاعتي كانت جوسي وبجد خطيرة. أصلًا تاني يوم اتبقى من الشاورما كلوها مع رز أبيض كانت بجد يا جماعة رهيبة. زي ما قُلت لكم بقى حطيت كده الشاورما بتاعتي أهي، بعد كده بقى يا جماعة أقوم حاطة عليها الخيار المخلل بتاعي. جبت خيار مخلل من عند الراجل بتاع المخلل عادي خالص، جبت ب15 جنيه بالضبط. زي ما انتم شايفين مخلية الوقت دي شِلتها، بعد كده بقى أحط عليها شوية بطاطس محمّرة، وبس كده يا جماعة أضبط كده البطاطس وأقوم بقى قافلاه من الجنب ده ومن الجنب ده، وأقوم تقدري عادي إن أنتِ تتني الساندوتش كلّه وبعد كده تلفيه يبقى باين الحشو من برّه، بس أنا ما حبيتش أعمل كده عشان كنت عايزة أقسمه نصين مضبوطين، وألفه بقى كده يا جماعة زي ما أنتم شايفين. كده خلّصت أول واحد، قُلت أعمل معاكم واحد تاني هنتنيه كده زي ما أنتم شايفين، نغرّقه بقى رانش وبعد كده أنزل بالشاورما الخطيرة. بس كده نقوم نازلين بقى بالشاورما المتغرقة كده الصوص واللي فيها بقى كده يا جماعة فلفل ألوان وبصل، وطعمها وريحتها كانوا ساطلينّي حرفيًا. حطيت بقى كده يا جماعة الصوص بتاعي، بعد كده بقى أحط كمان الخيار المخلل، بعد كده بقى أقوم حاطة البطاطس المحمرة اللي إحنا حمرناها اللذيذة الأمورة دي، اللي خلصت نصها طبعًا وإحنا بنعملها عادي خالص. بس كده يا جماعة، هاقوم بقى معاكم قافلاه كده من الجنبين واقوم طبعًا لفّاه زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. نخلّي بالنا بقى وإحنا بنلفّه، بس هو مش هيتفتح منِّك إن شاء الله، أنا ده اتفتح مني سِنّة بسيطة من الجنب وما اتفكِّش وأنا باعمله على النار خالص. نيجي بقى للكفتة، طبعًا الكفتة نحط لها صوص تكساس ده أكيد، هي كفتة فراخ يا جماعة واستنوا مني الطريقة بجد قريب جدًا لإنها هتعجبكم، متأكدة، متأكدة إن أنتم مش هتعملوا كفتة لحمة تاني ولا تشتروها من برّه. حطيت بقى كده كفتة الفراخ بتاعتي يا جماعة، بعد كده بقى حطيت عليها الخيار المخلل، وبعد كده حطيت عليها البطاطس. تقدري كمان إن أنتِ تحطّي جبنة موتزاريلا بس هُم ما كانوش حابين إن أنا أحط لهم جبنة موتزاريلا، فعشان كده ما حطيتش. حطيت بقى يا جماعة كده البطاطس بتاعتي وقُمت قفلت الساندوتش من الجنبين واتعلمنا. هاقوم طبعًا عاملة له رول زي ما قُلت لكم تتحكمي في الرول وأنتِ بتلفيه ومش هيتفتح معاكِ خالص وهيبقى رهيب. بعد كده بقى عملت إيه يا جماعة، الشاورما بتاعتي شِلتها من الطاسة الحبة الباقيين وحطيت الساندوتشات فيها تاخد وش ولون. وحطيت بقى كمان منهم على الجريل. بُصّوا بقى يا جماعة شكلها بعد أمّا خلّصت كان عامل إزاي. عايزة أقول لكم إنهم انبهروا وبجد، بجد كانوا خلاص طايرين بيها جدًا، وأصلًا قالوا لي استحالة تكوني أنتِ اللي عاملاها، أنتِ أكيد جايباها من برّه. حاجة بقى رهيبة يا جماعة. وممكن كمان نعملها حشوات تانية خالص، مثلًا ممكن نجيب strips نعملها بيه، كده ممكن ننوّع لهم نعملها غدا وفطار وعشا لذيذ جدًا، مع شوية كده بطاطس محمرة، حاجة كده رهيبة. بُصّوا أصلًا شكلهم عامل إزاي، تحسّوا بجد إن إحنا في مطعم وهو اللي مقدّم لنا الأطباق دي. أحلى حاجة يا جماعة إن إحنا نخلّي العين تاكل قبل البُق. هُم اللي أمّا شافوا شكلها حلو قالوا يبقى أكيد مش جايبة من هنا، وكمان قالوا إن أكيد طعمها هيبقى تحفة. عايزة أقول لكم إنهم كلوا منها كمية ما شاء الله واتبقى منها كمان، وطلبوا مني إن أنا أعملها لهم تاني. بُصّوا يا جماعة شكلها من جوّه عامل إزاي juicy، والبطاطس خطيرة وساندوتشات طرية وجميلة، حطيتها كده في صوص الرانش مع الخيار المخلل، وكمان الكفتة بقى نغطسها كده في التكساس مع كمان كده يا جماعة شوية بطاطس وريحة الكفتة الجميلة وريحة التشويحة بتاعة الساندوتشات. حاجة كده يا جماعة رهيبة بجد، وألف هنا وشفا.